ميزة الفشار بالكراميل ده ان قرمشته قوية جدا، ده لانها ميكس بين قرمشة الفشار نفسه وقرمشة الكراميل اللي عليه. عشان اعمل الكراميل حطيت كوباية سكر في حلة كبيرة على نار متوسطة، وسبتها من غير ما اجي جنبها خالص لحد ما شبه كل السكر اتكرمل. هنا قلبت وحطيت عليه 100 جرام زبدة. الزبدة هتخلي طعمه ريتش اكتر واحلى بكتير. ممكن تستخدموا كمية اقل من كده لو عايزين، بس ما تكنسلوهاش خالص. لما الزبدة ساحت حطيت نص معلقة صغيرة فانيليا ونص معلقة صغيرة بيكنج صودا اللي هي بيسموها البيكربونات او الصوديوم بايكربونات. اول ما حطيت دول طفيت النار وقلبت كويس جدا. بعد كده وهو الكراميل لسه سايح كده حطيت الفشار. ده فشار عملته بنص كوباية ذرة، وحطوا على الفشار ملح لو عايزينه سولتد كراميل. قلبت كل حاجة باني كنت بجيب الكراميل من تحت واغطي بيه الفشار من فوق، ولما شبه غطيت الفشار كله نقلته على بيكنج شيت. ومش محتاجين تحطوه في الفرن عشان يقرمش، انا سبته بس يبرد نص ساعة، والمدة بتختلف على حسب الجو، وبعدها قرمش جدا فكسرته. والخطوة دي ممتعة قوي.